بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده جاي اعرفكم على طبيعه شغلي. انا شغلي مهني، تعليم مهني لولادي معايا في المركز. معلومه يعني ايه يتعاملوا في الحياه اليوميه بابسط حاجه في المطبخ. ازاي يعملوا سندوتش، ازاي ما يطلب منهم يعملوا مثلا اكسسوار، ازاي يعملوا يشتغلوا بخيوط الصولة، يعملوا منها حاجات فنية بحاجات بسيطة في البيت، زي برطمان يلفوا عليه خيط او حبل صولة كده يطلع تحفة فنية. وطبعا يا جماعة ده مش حصيلة يوم أو يومين، العمل ده حصيلة أسبوع، لأن لازم يطلع متقن ويبقى شكله كويس وتبقى الخامة بتاعته جيدة، علشان احنا بعد كده بنعمل معارض عشان بنعرف الناس على ولادنا، بنعرفهم ان ده شغلهم. هما بيشتغلوا معانا في اي حاجة متاحة بسيطة تنفعهم، زي خيط الصولة، الجلد الطبيعي، الجلد الصناعي، المطبخ، وده اهم شيء بعلمه لهم عشان ينفعهم في حياتهم اللي جاية بعد كده. الجلود بأنواعها. بفرح قوي لما بنعمل معرض والناس بتبقى مبسوطة من شغلهم. بفرح قوي ان هم بيقولوا شغل جميل، شغل عالي، هو في مستواهم، شغل حلو بسيط. كفايه ان هم بيطلعوا حاجه فنيه بيفرحوا بيها، بيقولوا ان احنا اللي عاملينها، اما بيوقفوا عليها بيقولوا احنا اللي عاملينها. بفرح قوي لما بيدخلوا المطبخ واطلب منهم عمل سندوتش جبنه او بيض على النار، بيفتحوا البوتاجاز بيولعوه بيعملوا. شطار قوي. عندهم مشاركة في العمل بيحبوه. يا رب كده يفرحهم ويسعدهم، وانا بفرح بوجودي معاهم.